السلام عليكم اخواتي، نتمنى تكونوا بخير على خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديالي. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الطلبيه اللي خدامه فيها حاليا، غتوجه للديار الفرنسيه. بالنسبه لهاد الطلبيه فيها 2 كيلو ديال الفقاص، 2 كيلو ديال ريشبونط و 2 كيلو ديال البهله. غادي نبدا معكم التفاصيل ديال هاد الطلبيه، اشنا هي الحاجه اللي بديت بها، وخاصني ندير العجنه اللي تخرج ليا 2 كيلو. يعني خاصني نعجن عجنه وحده ديال الفقاص اللي تخرج ليا 2 كيلو، عجنه وحده نخدمها ديال ريشبونط باش تخرج ليا 2 كيلو، كذلك حتى الغريبه. يعني ما نبقاش نعاود كل حاجه بوحديتها اللي تخرج كيلو ولا اقل. المهم مقادير مضبوطين اللي يخرجوا لنا هذا القياس، كل حاجه يخرجوا لنا منها 2 كيلو. غادي نعطيكم جميع النصائح، الاسرار ديال نجاح الفقاص، الناس اللي كيعانيو من الفقاص. الهشاشه ديال ريشبون اللي كتجي فتيه وكتجي كدوب في الفم، حتى هي غنشاركها معكم. مذاق ديال البرتقال اللي كتجي خطيره، والسر اللي كيخليها مرمله وكدوب في الفم، وباش تجيكم لونها موحد. وحتى الناس اللي باغيني هكا، اللي بغيتوها تحتفظوا بها مده طويله ما كتخسرش لكم، غادي نهضروا بشويه على النصائح والافكار اللي كيفاش تحافظوا عليها باش تبقى لكم زوينه مده اطول. ودائما الاثمنه البيع اللي كنشاركها معكم. المهم غادي تكون هذه سلسله، غادي نخدم معكم النص ديال الخدمه وتتم الفيديو غادي نكملوها الفيديو الجاي باش ما يجيناش طويل. وشنو هي الحاجه اللي بديت بها؟ غير تفرجوا في الفيديو حتى الاخير، وما تبخلوش عليا بواحد اللايك وبارطاج الفيديو باش تعم الفائده. خليكم مع الفيديو، فرجه ممتعه. ها انتم البنات، يعني ها انتم الطلبيه هذه عندي فيها الفقاص وعندي فيها البهله وعندي فيها ريشبوند. اشنا هي الحاجه اللي بديت بها؟ هي الاولى. ديما الحاجه الاولى اللي كنبداو فيها هو الفقاص، حيت الفقاص كيصبر. هنا خاصني ندير واحد العجنه اللي تخرج لي 2 كيلو عبار، 2 كيلو ديال الفقاص. حتى جيت هنا 8 ديال البيضات، قلت 9 البيضات. الصفر البيض الاولى، الصفر البيض راه حيدته درتو في ديك السليفه الصغيره باش ندهنوا به الحرابل. و8 البيضات كلهم درتهم في القصريه، وبيض بيضه ديال هذيك الزليفه. يعني حتى درت 9 ديال البيضات باش تفهموني، 9 ديال البيضات. حيدت صفر بيضه خليته على جنب في ديك الزليفه الصغيره، و8 البيضات كاملات وبيض بيضه في القصريه. غادي نديرو 2 ساشيات ديال زهره البرتقال كيف ما كتشوفوا. اللي ما بغاش ما يديروش، يعني ماشي ضروري، ولكن هو كيزيد ينسم لينا الفقاص وكيعطيه مذاق زوين. انا كنستعمل 2 ساشيات ديال زهره البرتقال في هذه الكميه هذه. احتاجينا 2 كيسان ونص بكاس ديال العنبه، 2 كيسان ونص ديال السكر سنيده، مفهوم؟ 2 كيسان ونص كاس ديال العنبه الكبير، الكاس العنبه الكبيره، كاين الكبير وكاين الصغير. الكبير غادي نحتاجو هنايا 60 غرام، 40 غرام ديال الزنجلان، و20 غرام ديال حبه حلاوه والنافع، خليط ما بين حبه حلاوه والنافع. غنحتاج هنا 150 غرام تاع اللوز، انا كندير هذا اللوز الطويل. غادي نحتاج واحد 4 كاس تاع المزهر، هذا هو السر ديال الفقاص اللي كيجي واحد الريحه ديالو، واحد لوغو زوين بزاف. بالنسبه للفقاص انا راه كيخرج عندي بزاف، واللي ذاقو كيعاود يجي يطلب من عندي الفقاص. كندير فيها 4 كاس، هاد الكميه هذه درت فيها 4 كاس ديال المزهر. المقادير غادي نخليهم لكم مكتوبين في صندوق الوصف. غادي نعاود معكم المقادير. 9 ديال البيضات، حيدنا صفر بيضه من هذيك 9 البيضات خلينا على جنب. 2 كيسان ونص ديال السكر سنيده، 2 ساشيات ديال زهره البرتقال، 4 كاس ديال المزهر. هنا غادي ندير 2 كيسان عامرين حتى الفوق بالزيت كيف ما كتشوفوا. المهم خلطت شويه ديك سنيده مزيان، عاد كنضيف هنا 2 كيسان عامرين ديال الزيت ها هما. وما تنساوش هذاك 4 كاس ديال المزهر في هذه الكميه هذه ديال هذا البيض. اللي ما كيبغيش المذاق ديال المزهر ما يديروش، يتفاداه، ليه الاختيار. ولكن ما كرهش انا كل تجربوه بنفس الطريقه اللي خدمته وردوا عليا، كيجي خطير، كيجي منسم، كيجي معتبر. وملي كتكونوا طيبوا فيه، ملي كتكونوا كتحمروا فيه، عرفتي الريحه ديالو كتشم على بعيد، يعني من شي شارع اخر كتشمي ديك الدار، كتولي فيها الريحه كتقلب بداك ريحه الفقاص. الزرارع 40 غرام ديال الزنجلان بلدي، انا كنخدم بالزنجلان بلدي، و20 غرام حبه حلاوه ونافع، خليط ما بين حبه حلاوه ونافع حتى هو بلديين. 150 غرام ديال اللوز ما كنفزقوش في المزهر وما كنقطعوش، كنرميه هكا عادي. 2 ساشيات ديال الخمارات من بعد ما خلطت الخليط ديالنا مزيان كيف ما شفتوا في الفيديو.
غادي نبدا نضيف هنا الدقيق اللي مغربلاه نوعيه ممتازه خاص بالحلويات. انا كنخدم ميمونه المهم وجوج خمارات صافي. كنبدا نضيف الدقيق تدريجيا، ما كنكبوش دفعه واحده باش ما نقصحوش العجينه، غير بالقياس وما كندلكوش العجينه ديالنا بالكف ديال يديكم، غير بالاصابع هما محلولين. يعني يدك انت كتكوني حاله الاصابع ديالك فقط، كتدخلي الدقيق في العجين كيف ما كتشوفوا في الفيديو، ومره كنزيدوا شويه الدقيق. المهم الدقيق عينك ميزانك، ما كتبقاش تلصق، ما كتكونش قاصحه، ما تقصحوش العجينه ديال الفقاص باش ما تخرجش لكم بالزيت. الا قويتوا الدقيق اكثر من القياس راه كتخرج لكم من العجينه الزيت. المهم العجينه تكون رطيبه وشاده راسها، ما كتلصق ما والو. صافي كنحاول ندخل الدقيق في العجين بهذا الشكل هذا. اللي بغى يدير نص الكميه راه كتعطي كيلو، اللي بغى يدير 6 البيضات راه كتعطي كيلو ونص، كيلو 400 غرام. اللي بغى يدير هذا القياس هذا راه كيدير 2 كيلو، كيعطي 2 كيلو واقفه في الميزان. صافي هنا من بعد ما ساليت دخلت الدقيق صافي ما بقاش كيتلصق. غادي نقسم العجين على 5 ديال الكرات باش هكا نديرو على 5 ديال الحرابل. صافي المهم غادي نقسموا العجينه ديالنا على 5 ديال الحرابل كيف ما كتشوفوا في الفيديو. هنا كيف ما كتشوفوا غادي نبداو نشكلوا دوك الحريبلات. هنا كيبانوا ليا شي حبات ديال اللوز كيبانوا من الحربول، كنحاول نحيدهم وكنديرهم وكنغرسهم الوسط باش هكا البنات بالنسبه لها القضيه زوينه بزاف، باش هكا تلقاو داك اللوز في الفقاص مغروس الوسط. يعني ملي كتقطعوا ديك الحبه ديال الفقاصه كتجي ديك اللوزه الوسط، ما كيجيوش في الجناب باش ما يهرسوش لكم من الفقاص، ولا في الفوق حتى هو كيهرس لكم كيهرس لكم الفقاص. كنحاول نغرس الحبات ديال اللوز اللي بانت ليا باينه من العجينه غادي تبان، كنهزها وكنحيدها وكنغرسها لوسط العجينه وكنحربل عليها الحربول بهذا الشكل هذا. المهم الطريقه راها باينه، حاولوا تغرسوا الحبات ديال اللوز وسط العجينه، يجيو دوك الحبات ديال اللوز يكونوا لداخل الوسط باش ما يبقاوش في التقطاع باينين او كيهرسوا لكم هذوك التقطيعات ديال الفقاص كيف ما كتشوفوا. غادي نقاد بالنسبه لهاد الكرات ممكن تعبروهم لو بغيتو ديروهم هكا قد انا كندير عيني ميزاني. المهم طريقه راها واضحه في الفيديو، غادي نشارك معكم حتى طريقه الطياب هكا باش ما يتشققش لكم وما هكا ما تعانيوش اي مشكل. ما غاديش الحمد لله من الفقاص انا ديالي اللي حطيت في القناه، يعني شحال من فيديو حطيته على القناه، حاولت نوصل الاسرار النجاح ديالو، نصائح الحمد لله وصلت، خرجت من القلب ووصلت لكم. و90% الاخوات اللي نجح معاهم الفقاص، كاين اللي فقدت الامل في الفقاص ما بقاش بغات ديرو، ولكن ملي وصل الفيديو ديالي عندها حاولت دير بالنصائح اللي عطيتكم، والحمد لله عجبتها النتيجه وتواصلت معايا على الانستغرام. بزاف ديال الاخوات اللي تواصلوا معايا اللي كانوا مساكن فقدوا الامل في الفقاص، ولكن من الفيديوهات ديال الفقاص اللي ابسط الحوايج كنت وصلتها لهم. يعني كاين شي اخوات اللي على اليوتيوب يعني ابسط الحوايج اللي ما فسروهاش للاخوات، والحمد لله انا قدرت نوصل شي حاجه بسيطه، يعني شي حاجه بسيطه اللي هي حاولت تجاوزها وكانت كتلقى مشكل فيه. ولكن حتى في هذا الفيديو ان شاء الله هذيك 10% اللي بقات ديال الاخوات غادي نحاول من هذا الفيديو نكون وصلت لها حتى هي وتجتهد، غير تدير العزيمه وتجرب الفقاص وان شاء الله غادي ينجح معها، وانا مأكده غادي ينجح ليها. غير سمعوا النصائح، حاولوا الفيديو ما تزربوش، شوفوا خدموا عينيكم في الرؤيه ديال الفيديو وخدموا حتى ودنيكم بالنسبه للاسرار والنصائح اللي كنعطيكم. يعني خاصكم تستعملوا الودن والعين، انتي كتشوفي وفي نفس الوقت كتسمعي. يعني راه بزاف ديال الوصفات كيكونوا النجاح ديالها في الانصات، يعني سمعي النصائح، سمعي الاسرار هكا باش ننجح معكم هذيك الوصفه. اما باش دوزي نيشان صندوق الوصف وتاخدي المقادير وتمشي تجربي راه مستحيل تنجح معك هذيك الوصفه، حيت راه كتكون النجاح ديال الوصفه في الاسرار وفي النصائح. صافي البنات هنا كيف ما كتشوفوا راه الحرابل قادينهم، هنا كنحاولهم قادهم مزيان، كنسطرهم مسطره باليد ديالي كيفاش باش يجيوكم دوك الحرابل يجيوكم قد
وكيف ما كتشوفوا ما كنحاولش نديرهم من هذوك الحواف، ما كنديرهمش هكا دايرين، كنحاول نقادهم مسطره جايين نيشان كي الوسط هذاك الحربول كي الوسط كي الجناب ديالو، يعني كيجي مسطره هكا، كيجيو دوك الحرابل بخمسه مقادين بهذا الشكل هذا. ها نتوما شوفوا، وكنحاول نقادهم، ما كنديرهمش دوك الجناب ديالهم، ما كنديرش لهم ديك التقعريره ديك الحاشيه، كنحاول حتى هي تجي مقاده مسطره. فهمتوني اش بغيت نقصد؟ هكا باش ما تضيعوش في الحواشي، يعني باش تخرج لكم 2 كيلو نيشان ملي تجيو تقطعوا في دوك الجنيبات، كتقطعوا 1 2 تقطيعات ولا 3 تقطيعات كلهم كتحيدوهم ما كترميوهم، لا حاولوا تقادوهم بيديكم يجيو مسطرين حتى هما، باش حتى دوك التقطيعات الاولين حتى هما غادي يكونوا داخلين في الميزان. صافي. هنا غادي ناخذ داك صفر البيضه اللي نقصناها من دوك 9 البيضات، غادي نديروا عليها شويه ديال قهوه سريعه الذوبان، الماء الزهر، غير شويه الماء الزهر، اللي ما بغيتوش ديروا غير الماء طريبيني عادي، غير واحد شويه، واحد المعلقه باش تعطينا شويه ديال القوام، تعطينا زعما تزاد شويه في هذيك صفر البيض ما كتكون قليله. كنزيدوا عليها شويه الماء، وكنزيدوا عليها قهوه سريعه الذوبان، وكنزينوا الوجه ديالو، هذا غير كتزيين وصافي. كنحاولوا ندهنوا الحرابل ديالنا بهاد صفر البيض مع القهوه، وكنخطوه بالفرشيط. بالنسبه لطريقه الطياب غادي نشاركها معكم باش هكا تسمعوا النصائح بالنسبه للفران ديال الغاز. انا ما غاديش نهضر على فران الضو نهائيا، حيت انا ما كنخدمش به وما نقدرش نعطيكم عليه فكره، يعني الحاجه اللي خدامه بها انا نقدر نفيدكم بها، اما الحاجه اللي غادي غنهضر عليها وانا ما مستعملهاش ولا ما عنديش فكره عليها، راه غادي نكذب عليكم. انا كنقول لكم، وخصوصا انا كنخدم فران الغاز، انا ما عنديش في الدار نهائيا الفران تاع الضو، فران الغاز. واللي بغات تخدم طلبيات راه ما يخدمش لها فران الضو، فران الغاز هو اللي غيخدم ليها. هنا غادي ندخلوه الفران بارد، هانتوما غتشوفوا كي ندخل الطاوه عاد كنشعل الفران، العافيه مهيله شمعه. انا الفران ديالي كنسدو، ومره كنجي نحلوه ملي كنحس به سخن، كنجي نطل كنحس به سخن، كنجي نحلو مزيان كله، كنحلو البيبان بجوج حتى كتخرج ديك السخونيه. واخا الفران العافيه مهيله شمعه كتخرج ديك السخونيه، كنعاود نسدو. نتوما الا كان عندكم الفران حتى هو كيسخن بزاف ممكن تسدوه وتخليوه الدفه الثانيه مفوه شويه، يعني ما تسدوش الدفات بجوج، دفه تسدوها، باب تسدوه، وباب تخليهم مفوه جهه الصبع. او ديروا الطريقه اللي كندير انا، كنسد ومره كنجي نطلع عليه، كنحل الفران كله، كتخرج ديك السخونيه وكنعاود نسد، باش هذيك السخونيه هي اللي كتشقق لكم الحرابل، راه ماشي الخمارات. ماشي تقولوا غنقصوا من الخمارات باش ما يتشقق، راه العافيه ملي كيسخن الفران كتشقق لينا الحربول، مفهوم؟ والعافيه تكون شمعه، هذه دون نقاش فيها، العافيه تكون شمعه. شوفوا شمعه، ومره تجيو تنفسوا على الفران، ولا في الاول ما تسدوش، تخليوه منفس ماشي تخليوه محلول، خليو سدوا باب وباب، خليوه منفس جهه الصبع، مفهوم؟ دابا راني درت الفقاس، وهنا غادي ندوز معكم الريش بوند. هذه كيفاش نظم الخدمه ديال هاد الطلبيه. دابا خشينا الحرابل ديال الفقاس يطيبوا نص طيبه، دزت هنايا العجينه ديال ريش بوند اللي غتعطينا حتى هي 2 كيلو. غادي نخدموا 2 كيلو، غادي نخدمها بزبده حيوانيه على حساب الطلب ديال الكليانه. عندي 250 غرام ديال الزبده حيوانيه، نتوما ديروا اي زبده بغيتو، ولكن الا بغيتو تذوقوا الحلوى راه كتخدم بزبده العبار. الا بغيتو البنه وبغيتو شي حاجه بنينه وتذوقوا ليها خدموا بزبده حيوانيه، ما كنتوش قديتوا عليها خدموا بالزبده اللي بغيتو. عندي 250 غرام ديال الزبده حيوانيه، عندي كاس عامر ديال السكر، هنا زدت واحد شويه، ما تكثروش حلاوه ثاني حيت راه مازال غادي تغطس في الكونفيتير. حكيت برتقاله، ليمونه، برتقاله، حكيت غير هذاك الصفر ديال عندك تدخلوا في داك البياض. 4 كاس ديال نشا حتى هو كيعطيها الهشاشه، كاس ديال الزيت، و3 البيضات حجم كبير. الا كان عندكم الحجم متوسط ديروا 4 البيضات باش تعطيكم 2 كيلو، باش في العبار ما تكذبونيش. انا درت 3 البيضات حيت عندي البيض كبير، نتوما عندكم البيض متوسط غادي ديروا 4 البيضات في هذا القياس هذا. انا عندي البيض هنا راه كبير، هذاك البيض اللي كنخدم به انا. المهم البنات، هنا نستمت بالقشور ديال البرتقال، نتوما نسموا باي مذاق بغيتو، بالفاني
بساشيه ديال الفاني ولا ساشيه ديال زهره البرتقال ولا الليمون ولا الحامض. نتوما شوفوا نتوما باش انا كتعجبني ريش بوند بالبرتقال وكتجي خطيره. المهم كناخذوا زبده حيوانيه كنمعكوها مزيان مع داك السكر ومع داك القشور تاع البرتقال حتى كتولي بهذا القوام هذا. شوفوا الزبده كيفاش ولات كتخدم مزيان باش تعطيكم نتيجه واعره. سمعوا النصيحه. هنا عندي كاس ديال الزيت الا درتو نتوما، انا عندي هنا زبده حيوانيه درت كاس. ودابا الحل بارد، ملي كيكون الحل سخون راه كنقصوا الزيت الا كنا غنخدموا بزبده العبار، اما الحل بارد ما تخافوش عليه. زبده حيوانيه خدمت غير بكاس ديال الزيت. الا كنتو غتخدموا بالزبده ديال المارغرين غادي ديروا كاس ونص صافي. هنا من بعد ما ضفنا داك الكاس ديال الزيت عامر كنعاودو نكملو هكا، كنبقاو نمعكو الخليط ديالنا بهذا الشكل هذا، نمعكوها مزيان حتى كتولي بحال الكريمه صافي. وكنخدموها مزيان بهذا الشكل هذا. دابا زدنا الزيت وكتخدم بهذه الطريقه هذه حتى كتولي بحال الكريمه. راه هاد الخدمه البنات اللي كتخدموها راه كتعطيكم واحد النتيجه زوينه، هي اللي كتعطيكم ديك الخفه كتجي ديك ريش بوند خفيفه وكتجي من الداخل ما مدقسه ما والو، كتجي كتذوب في الفم. مفهوم؟ راه حتى حاجه ما كنتهاونوا عليها، يعني اي حاجه قلت لكم ديروها غادي تخدموها بنفس الطريقه اللي قلت لكم. هنا نديروا 3 البيضات حجم كبير، ما كانش عندكم البيض كبير غادي ديروا 4 البيضات حجم متوسط صافي. ضفت 3 البيضات بهذا الشكل هذا صافي. وكنخلط ثاني المكونات بهذا الشكل هذا. الزبده كتكون بحراره المطبخ حيت دابا الحل بارد، كنتو دايرينه في الثلاجه جبدوها بواحد ساعتين قبل يلا شويه ترخف. هي حيوانيه هي المارغرين اللي بغيتو صافي. المهم ها نتوما شوفوا القوام تبارك الله كيفاش جا بحال شكل الكريمه، كريميه ومخلطه يعني سنيده، ما بقاش كتحسي بها. سنيده تكون رقيقه ما تكونش غليظه، المهم سنيده تكون رقيقه اللي تخدموا بها. انا كنخدم بصاشيه ديال سنيده ديال 2 كيلو، هذيك ديال البلاستيك ما كنخدمش بديك ديال الكاغيط كيكونوا فيها كتكون حرشه كتكون غليظه. انا كنخدم بهذيك ديال النمر ديال 2 كيلو اللي كتكون في ساشيه ديال البلاستيك صافي. هذا هو القوام كي عرفتيو ديك الريحه ديال البرتقال واعره. هنا راه ضفتي صحاب ليا كنصور درت 4 كاس ديال النشا، 4 كاس ديال النشا راه هو خويته في القصريه. عاد كنضيف ساشيه ديال خماره ديال 8 غرام. وهنا كنضيف الدقيق. في هذه الخطوه هذه الدقيق كتضيفوه غير بشويه باش ما يغفلكمش. الا قويتوا الدقيق صافي غادي تجيكم ريش بوند ما زويناش نهائيا. ضيفوا غير بشويه. الدقيق حتى هو يكون نوعيه ممتازه مغربل قبل، وكتبداو تضيفوا بشويه بشويه وما تمعكوهاش، ما تمعكوش غير كتدخلوا الدقيق برؤوس الاصابع. ها نتوما بيديكم بحال شكل، ها نتوما يديكم محلوله بحال اصبعكم الخدامين، وكتحاولوا غير تدخلوا غير الدقيق وما تبقاوش تلعبوا فيها بزاف حيت غتخرج لكم الزيت. وما تقويش الدقيق. هادو هما النصائح اللي نقدر نعطيكم. خليوها رطيبه وخليوها رطبه، عرفتي كتحسوا بها رطيبه وما كتكونش مقون فيها الدقيق. عرفتي كتجي ريش بوند خطيره الا تبعتوا هاد النصائح. الدقيق ما نقدرش نعطيكم بالضبط، راه شفتوني البيض يقدر يكون كبير يقدر يكون صغير. الدقيق ثاني كيكون النوعيه مختلفه، يعني الا قلت لكم انا هاد النوعيه شحال دخلت لي نتوما خصكم تجيبوا نفس النوعيه ديال الدقيق. صعيب باش نقول لكم بالضبط. المهم غير تحكموا في يديكم بشويه، ديروا بزليفه وبشويه. نتوما عينكم ميزانكم. ها نتوما شوفوا انا خليت الفيديو ما حاولت ما نقطعش فيه بزاف هكا باش تشوفوا الطريقه. كنحيد العجينه كنبعدها في القصريه وكنحيد هذاك الشيء الزياده، هذاك الشيء اللاصق ليا في الجناب كنحاول نحيدو باش ما نبقاش نلعب في العجينه نبقى ندور فيها باش ما تخرجش ليا الزيت صافي. والعجينه رطبه يعني ما مدخلاش فيها ما نقوياش فيها الدقيق ديال الزيت. وديك اليدي اللي ما فيهاش حيت كنخدم انا بايد، اليد الاخرى كنبقى نقلب بها العجينه حيت الا كانت يدك عامره بالعجينه ونفس اليد كتقلبي بها واش خاصها زيت ما كتعرفيش، كتشوفيها كتلصق لك في يدك. شوفي باليد الاخرى اللي ما فيها حتى حاجه هي اللي كتقدري تشوف لك واش تزيدي الدقيق ولا لا، واش كتلصق لك في يدك ولا لا ملي كتكون يدك ناشفه صافي. شوفوا هنا العجينه كيفاش دايره نتوما. دابا اليد الاخرى ما نقدرش نوريها لكم بها حيت غادي تلصق ليا في يدي، غادي نقول راها خاصه الدقيق حيت يدي عامره بالعجينه. اليد اللي كتكون ناشفه كتقدروا تعرفوا واش خاصها الدقيق ولا لا.
مفهوم؟ يعني ايد وحده خليوها نقيقيه هي اللي غادي تعرفوا بها العبار ديال العجينه. صافي وهنا غادي نجمعوا العجين ديالنا، كنحاولوا نخليوها رطبه بزاف رطبه. وهنا غادي نبدا نوجد. واخا انا دايره الفقاس دابا كيطيب دوك الحرابل، غادي ناخذ طاوه اخرى نكركب فيها ونحطها نوجدها بالما طابوا لينا دوك الحرابل ديال الفقاس. فوا يطيبوا دوك الحرابل نكون مواجده دوك الكريكبات ديال ريشبوند الطاوه معمرها، حيت هي هذه كتبغي الفران يكون سخون قبل، ماشي بحال الفقاس كيبغي يدخل لي دوك الحرابل على فران بارد. اما هادو غادي نوجد الطاوه. كندير انا دوك الكريكبات كنديرهم غير صغيورين، انا كتعجبني ديك ريشبوند صغيره وحده ملاصقه مع وحده، ما كتعجبنيش ديك ريشبوند الكبيره هذوك ديال السوق، دوك ديال الفيترينات اللي كتبان قداشنا هي ماشي بول دو نيج. هذيك راه ماشي بول دو نيج هذيك راه الكره اللي كتم جايه كتجري كتم غاديه كبرت كتدوز في بنادم هي هذيك ما كتعجبنيش. كتعجبني ديك بول دو نيج، ديك اللي كطيح من السما الارض، كتجي صغيره وحلوه وكيوت بهذا الشكل هذا. غادي تجي وحده ملصقه مع وحده، ما غنديش كركوبه كره كبيره تلصق مع وحده كتاكلي وحده كديريها في فمك كتشد لك فمك كامله. هذه كتحسي بها بحال لقمه صغيره وكيوت داكشي خلاوها الشماليين سكيوتا صغيره كيقولوا الشماليين كيقولوا تقريبا سكيوتا ولا بحال هذا الشكل هذا ما نعرف ستيوتا هذاك الشيء. ايوا صافي البنات. المهم هنا كنحاول ناخذ واحد الطاوه كنفرش فيها ورق الطهي، انا راه الموت الضحك. ايوا قلت لكم كناخذ هذيك الطاوه كنفرش فيها ورق الطهي وكنبدا نكركب ونحط واخا مخليهم هنا مكركبين هكا، يعني ما بعشتهمش بيدي حيت مخليه العجينه مرخوفه، فهمتوني؟ حيت ملي غادي يدخل الفران غادي تجي هي هذيك. هانتوما انا كنحاول نقرب لكم عن القرب، بعرفش كيفاش ما كرهش العجينه نخرجها لكم من التليفونات باش تشوفوا القوام كيفاش خاصها تكون. ما بغيتكمش تكثروا فيها الدقيق باش تجيكم نتيجه اللي ترحموني عليها. ايوا صافي البنات غادي نعمر الطاوه ديالي بهذا الشكل هذا حتى نعمرها كامله. غادي نديرهم باعدين صغيورين، والله ما عرفتش بالضبط شحال غادي ديروا فيها شي 8 هكاك 8 غرام الا بغيتو تعبروا نتوما. انا راه عندي بزاف، خرجت لي 2 طاوات ونص كبارين، يعني ما يصلحليش نبقى تما نعبر، كندير عيني ميزاني المهم يجيوني صغيورين. ومع الممارسه راه كتولي شاده عبارك في يدك. صافي البنات غادي نديرها في الطاوه. غادي نخرج هذوك الحرابل ديالنا. بالنسبه لطريقه الطياب ديال الفقاص ما كنطيبوهمش بزاف حتى نعطيهم كنديروا لهم غير طياب اللي يشدوا راسهم هذوك الحرابل كيشدوا راسهم. كنقيس بيدي دوك الحرابل كنشوفهم ما بقاوش عجينه، صافي كنهبطهم لوجه على وجه العافيه على وجه يتشمع علينا داك الوجه تا هو مزيان. صافي كنخرج الطاوه. عندكم من الحرابل تعطيوه الطياب بزاف كتحسوا به ملي كتبركوا على دوك الحرابل ما كتحسوش به عجينه، يعني شاد راسو واقف. صافي كتخرجوه. الا عطيتوه تاني الطياب اكثر من القياس راه غادي يتفرتت لكم في التقطاع. هانتوما ملي غادي نخرج انا دوك الحرابل غادي ناخذ واحد الفوطه نخليها غير الفقاص، غادي نفزقون وراه غادي تشوفوا كلشي قدامكم. انا نهضر لكم على الطياب ديال ريشبوند، العجينه ديال ريشبوند. من بعد ما كطيب كتستفوا هذوك الكريكبات كتدخلوا الطاوه الفوق العافيه من تحتها على كتنقصوا العافيه. هذه كتبغي طياب حتى هي على المهل بحال شكل الطياب ديال الصابلي. شفتوا الطياب ديال الصابلي بحال هكاك العافيه تكون مهيله باش يجي اللون ديالهم ذهب لا كيف لتحت كيف الفوق، ويجيو طايبين كلهم تقاده وحده، يعني كلهم طياب واحد، يعني لون واحد طاوه كامله، ويجيو زوينين وما تعطيهمش ما تحمرهمش بزاف من التحت، غير مذهبين كل تحت كل فوق. راه غادي تشوفوا كلشي قدام عينيكم ملي غادي ندخلوهم يطيبوا ملي غادي يخرجوا. صافي غادي نهضروا شويه على الناس اللي كيتخسر ليهم هذا ريشبوند كيفاش تحتفظوا بها. دابا هانتوما انا دابا هاد السيده رانا باقا ليا 4 ايام عاد نعطيها لا كوموند ديالها. دابا باقا ليا درتها انا اليوم باقا لها 4 ايام عاد هي غتديها لفرنسا، يعني خصها تبقى مده طويله.
اللي باغي يحتفظ بها مده طويله ولا اللي عنده شي مناسبه ممكن يدير لها بحال هكا، يطيبها هكا وما يديرهاش في الكونفيتير هكا. ملي غطيب غادي يجمعهم، غادي نوريكم طريقه الاحتفاظ كيفاش كتجيبها. غادي تشكلوها غير بحال هكا، طيبوا العجينه وتخليوها بحال هكا، ما ديروش في الكونفيتير. انا غادي نرجعوا بدل، انا خرج دابا الحرابل، ها هما الحرابل ديالنا خرجناهم. شوفوا تبارك الله ما تشقق حتى واحد فيهم الا تبعتوا النصائح اللي عطيتكم. هنا خديت هذيك الفوطه فزقتها عصرتها مزيان. هاد الفوطه مخليها غير الفقاص، هذه الفوطه ديالتهم. كنشدو الفقاص، كنشدو ديك الفوطه نفزقوها نعصروها وندير عليهم ونخليه، كنخليه يبرد تماما. ما كنخليه بعض المرات كاع يبات، راه كنخليه غير واحد 2 سوايع يبرد تماما. يفو يبرد صافي كتقطعيه مباشره. هنا انا غادي نخليه يبات حتى الغدا حيت عندي ما يدار صافي. ودخلت الطاوه الاولى، ها هي الطاوه الاولى طيبتها ديال حلوه ريشبون. شوفوا تبارك الله، شوفوا اللون ديالها كيفاش مذهبين. داك اللون ديالهم تبارك الله ما شاء الله. والريحه ديالهم يا البنات خطيره، بداك المذاق ديال البرتقال بديك الليمونه اللي حكينا جات ريحتها خطيره. عرفتي هي كطيب تاكليها غير بحال هكا مع كاس ديال اتاي واعره بلا ما ديري داك الكونفيتير والكوك، بحال هكا وخطيره. والخفه ما نعاوش لكم، كتهزيها بحال ما هزه ريشه، كتهزي الحلوه واحد الخفه فيها خطيره، كتخليوها حتى كتبرد عاد تهزوها. شوفوا انا دابا هزه الكمشه والله الا كتحسي بواحد الخفه، واحد الخفه زعما لا مثيل لها. مناش من هذاك النشا اللي درنا، ومن اول حاجه من الدقيق اللي ما قويناش. ملي ما كنقويوش الدقيق كنكثروا فيها الدقيق، هذا هو السر. وحتى الخدمه ديال الزبده، ديك الخدمه اللي كنبقاو نحكوا فيها حتى كتولي بحال شكل كريمه، حتى هي راه كتجي من هاد الخفه هادي صافي. المهم كاع الاسرار اللي تقدر تفيدكم وتنجح لكم هاد ريشبون هادشي اللي عطيتكم صافي. اللون موحد في الطريقه ديال الطياب، الخفه صافي راه قلتها لكم. ايوا قلت لكم ممكن بحال هكا وتحتفظوا بها وتخليوها الا بغيتو ديروها شي مناسبه، وتخليوها حتى كتقرب هذيك المناسبه بشي 3 ايام ولا يومين، عاد ممكن ديروها في الكونفيتير وعاد ديروها في الكوك الا بغيتو تحتفظوا مده طويله. او ممكن البنات تحتفظوا بها بهذا الشكل هذا، وفي المجا عندكم شي ضيف تخليوها بحال هكا تبقى حتى 6 شهور بحال هكا. غادي تجمعوها في هاد البلاستيكه، ديك البلاستيكه القاصحه ديال الثلاجه، هادو كتحتفظيها بحال هكا. عاد كديرها في شي بواطه، كتهزيها بميكتا، كتعقدي ديك الميكا وكديرها في شي بواطه. وملي غادي يكون جاي عندكم شي ضيف، اشنو غديري؟ غادي تهزي واحد الكميه اللي غادي تحطي لهذاك الضيف، وديك الساعه ديريها في الكونفيتير والكوك، وانت احتفظتي بها مده اطول وكتبقى لك حتى 6 شهور. صراحه واحد الفكره اللي زوينه وغادي تعاونكم بزاف. المهم انا درت هنا 2 طاوات، دابا هذه بقات ليا نص طاوه، ها هي خرجت ليا 2 طاوات كبار، ودابا غادي ندير نص طاوه صافي. كتحتفظوا بها وهي بحال هكا بلا كوك بلا كوفيتير. ولا كتدخل عليك شي ضيف تاع الغفله بالما عمرتي اتاي، كتجبدي قياسك من هذيك الميكا، كديريها في الكونفيتير والكوك وحطيها، وكتجي رطوبيه والهشاشه هذيك الساعه كتحسي بها كتجي خطيره. وردي عليا. اما الا بغيتي تمرمغيها في الكونفيتير والكوك راه كتبقى حتى 4 ايام ما كيوقع لها حتى حاجه. غادي وكتبقى حتى 5 ايام حتى سيمانه، شتي حتى لسيمانه وغادي تبقى لك مزيان. غير تفرجي في التتمه ديال الجزء الثاني باش كنوريكم الطريقه اللي بغى يديرها في الكونفيتير، اشنو غادي يخلط مع الكونفيتير باش ما تغملش ليه بالنسبه للغموليه. اما الناس اللي بغات تحتفظ بها اكثر من سيمانه، هذه هي الطريقه اللي تقدر تفيدكم. تحتفظوا بها بلا كوك بلا كوفيتير، كتجمعوها في شي بواط في البلاستيك، هي الاولى عاد تجمعوها في البواط وخبيوها. في ما جا شي ضيف ديال الغفله كتجبدوا بالما عمرتو اتاي، كتجبدوا ديروها في الكوك وكديروها في الكونفيتير عاد الكوك وحطوها بالصحه والراحه. فهمتوني؟ التتمه ديال الفيديو ان شاء الله ديال هذا نيت غادي نشاركوا معكم الفيديو اللي من وراء هذا. غادي نقطع معكم الفقاص وغادي ندير البهله، ومن بعد غادي نديرو هادي غادي نمرمغوها في الكونفيتير والكوك. وشنو غادي نزيدو مع داك الكونفيتير والكوك باش ما تغمالش لينا، باش تبقى مده اطول. اللي بغى يحتفظ بها سيمانه، مده سيمانه ما كتغمالش. اما اكثر من سيمانه بغيتي ديري كونفيتير والكوك غادي ديريها في الثلاجه. اما اللي بغيتي تحتفظي بها غير سيمانه غادي نشارك معكم التتمه ديال الفيديو في التالي ديال هذا الفيديو الجاي، ونشارك معكم حتى الاثمنه. راه دائما ملي كنبغي نكمل السلسله صافي كنحط طلبيه باش نعطيها للكليان، راه كنذكر معكم الاثمنه
اثمنه البيع. صافي، نتلاقاو في الفيديو الجاي باش نقطع معكم الفقاس، الطريقه ديال اسرار ثاني التقطاع ديال الفقاس بدون كسور. وصافي هادشي اللي كاين. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، نتمنى ما نكونش ثقيله عليكم. حاولت نشرح اكثر من جهدي باش نوصل لكم شي حوايج اللي بسيطه نبغي نوصلها لكم، حيت الحاجه اللي بسيطه تقدروا تهاونوا عليها وهي تقدر هي اللي تكون مفيده لكم. ايوا هادشي اللي كاين. هنا البنات بغيت نعبر معكم هاد الحلوه قبل ما نديروها في الكوكو والكونفيتير عطاتنا كيلو 150 غرام بهاد المقادير اللي خدمنا، بنفس المقادير اللي خدمنا بلا كوك بلا كونفيتير. دابا عطاتنا كيلو 150، وملي غادي نديروا لها الكوك والكونفيتير نشوفوا شحال غادي تعطينا بالضبط. صافي، ونتلاقاو الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا لكم على المتابعه والوفاء ديالكم ليا، والله يخطيكم عليا بسلامه.